الخليجية، نور وبصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. خيم الليل خيم الليل خيم الليل. نفوس بعدت عن ذكر الله فكانت إليكم هذه النورانية، نور وبصيرة. ما أكثر تلك النفوس التي تظن أنها في أنس وانبساط، نفوس وهي وربي تعيش ألوانا من التعب والشقاء. الشباب يتحدثون عن مغامراتهم، يتحدثون عن جلساتهم، يتحدثون هنا وهناك، بل ويفاخرون ويذكرون أنهم يأنسون ويسعدون. الشباب والله إذا رجع الواحد منهم إلى نفسه أو خلا بنفسه وجد ألوانا من التعب والشقاء. خونة شاب طالما لعب بعواطف الفتيات، واغتال عفة المغفلات، ودنس شرف مخدوعات، لكنه الآن يحترق غضبا وحنقا منها من تلك الفتاة التي حطمت كرامته كما يزعم، سحقت رجولته كما يقول، سحقت رجولته كما يقول. سنة كاملة منذ أن تعرف عليها وإلى الآن لم يرها ولم يقابلها، سنة كاملة من موعد إلى آخر. فشكى حاله إلى من؟ إلى ذئب غادر مثله، شكى له حاله وكيف أن هذه الفتاة ما استطاع أن يتحصل منها على ما يريد. فقال إن ساعدتك أنا في الإيقاع بها ماذا لي؟ قال اطلب ما تريد. قال أن أقع أنا عليها أولا. وكان الموعد وكان الحضور، وفي الموعد المحدد وهو في الاستراحة، وقد أحضر معه بعض الشباب حتى كلهم يتناوبون على هتك عرضها وشرفها، إذ بالباب يطرق. فتح فإذا بالفتاة أمامه، فجذبها بشدة إلى الداخل، فكان ما كان من قتل العفاف ونحل الطهر، وتركوها في إحدى الغرف ملقا عليها مغما من شدة ما أصابها. وفعلا بعد ساعتين أو ثلاث إذ بوليد يأتي على الموعد، طرق باب الاستراحة فخرج صاحبه. ماذا فعلت؟ قال لقد أتت العنيدة ولقد قمنا بالواجب وهي الآن تنتظره. فضحك ضحكته الشيطانية فدخل إليها حتى يشفي غليله، حتى كما يظن تعود له الكرامة والرجولة من التي أهانته وسحقت رجولته. فلما دخل نظر إليها فصرخ صرخة عظيمة: ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم يا مجرمون يا سفلة يا خونة؟ هذه ليست فلانة، إنها أختي أنا، ثم سقط مغمى عليه. إنها أختي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قالني ربي أما استحييت. بعض الناس أسرف على نفسه في هذا الباب، باب الزنا والخنا، لا يصدق أبدا أنه في خطأ أو أنه في معصية أو أنه في كبيرة أو أنه يعصي الله عز وجل بجريمة شنيعة. أخبرني أحد الأخيار يقول: كنت في أحد البلاد الغربية فعلمت أن أحد أقاربي يقيم في تلك البلدة، فذهبت لزيارته فطرقت بابه فخرج صديق يسكن معه فأدخلني في مجلسه وأخبرني أنه لحظات ويأتي إلي، وفجأة وأنا أنتظره إذ به يخرج من إحدى الغرف عاريا كما خلقه الله، يمسك قارورة الخمر بيده، يمشي وهو يترنح من سكره، وكانت بالداخل عاهرة كان يسري بها. فلما رآني عرفني وسبني سبا قبيحا، ثم دخل إلى دورة المياه أعزكم الله. يقول: فانتظرناه ربع ساعة نصف ساعة، قاربت على الساعة لم يخرج، قاربت على الساعة لم يخرج. طرقنا الباب ما رد علينا، حاولنا فتح الباب كان مغلقا من الداخل، كسرنا الباب. يقول: رأيت منظرا لن أنساه ما حييت، رأيته جالسا في حوض الاغتسال يمسك قارورة الخمر بشدة، قد سقط رأسه على صدره، الدماء والقاذورات تنزف من أنفه ومن فمه، قد فارق الحياة. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لا
سرا فما للآن لا أبدي النحيب. تذكر عبد الله، إن سلمت من فضيحة الدنيا فتذكر عظم الفضيحة على رؤوس الأشهاد. إن سلمت من الحدود المطهرة لك في الدنيا فتذكر أن هناك حد الآخرة. نعم هناك حد الآخرة، وهناك تبلى السرائر ويكشف المخبوء، وما للإنسان حينها من قوة ولا ناصر، بل ستشهد عليك جوارحك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تذكر عبد الله، قال فإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول لا أدري. فيقولان له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. فيقال له لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. فتنت المرأة وأصبحت تراود يوسف عن نفسه وتتزين له وتدخل عليه في غرفته وتغلق الأبواب وتتجرد من الثياب وتقول هيت لك، ويقول معاذ الله، ويتكرر الموقف يتكرر. أصبح يوسف متضايق. رجل أوشك على مقارفة الفاحشة، لم يبق بينه وبينها شيء لكنه الإيمان في قلبه. تيقظ بكلمة واحدة: اتق الله. وقالت امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكونن من صاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف الإيمان. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف لي، قد مسني الضر. ولكن تذكر يا عبد الله أنه في ظل هذه الابتلاءات الكبيرة أنت لا تدري بأي لحظة تقبض. عبد الله، قل لي متى تتيقظ وما بالشباب لا يعاد؟ ويحك كيف تقدم؟ عبد الله، كيف تقدم على سفر الآخرة بلا راحلة ولا زاد؟ ستندم إذا حان الرحيل وأمسيت مريضا تقاد، ومنعت التصرف فيما جمعت، وحلت حسرات تقطع الأكباد، جاءتك السكرات، منع عنك العواد، كفنت في أقصر الثياب، عملت على الأعواد، ودعت في ضيق لحد وغربة ما لها من نفاد. إخواني، إلى كم تماطلون بالعمل وتطمعون في بلوغ الأمل وتغترون بفسحة المهل ولا تذكرون هجوم الأجل؟ ما ولدتم فللتراب، ما بنيتم فللخراب، ما جمعتم فللذهاب، ما عملتم ففي كتاب مدخر إلى يوم الحساب. يا أخي، أفنيت عمرك في اللعب وغيرك فاز بالمقصود وأنت منه بعيد، غيرك على الجادة وأنت من الشهوات في أوجال وتنكيد. ترى متى يقال فلان استقال ورجع وأصبح سعيد؟ ويحك. يا أخي، هذه آهات مهموم وزفرات مكلوم وأنات مجروح، أهديها لك يا أخي،
فارجع وتب إلى الله قبل فوات الأوان. يروح بها عن الدنيا بعيدا، وما أسماه